يا صباح الفل. هقدم لكم النهاردة طريقة عمل شاورمة الفراخ السوري بطريقة بسيطة ولذيذة وسهلة، وهسيب لكم المقادير على الشاشة. أول حاجة بصل مقطع جوليان، زيت زيتون وخل وفلفل مقطع شرايح رفيعة وكوباية زبادي هضيفها على البصل. بعد كده هضيف زيت الزيتون وده أساسي معانا في الشاورما السوري. بعد كده ربع فنجان من الخل وأقلب المكونات دي مع بعضها. بعد كده أضيف الفلفل والبهارات بتاعتي، معلقة صغيرة كاري بهارات شاورما، فلفل أسود، قرفة مطحونة، ومعلقة صغيرة من الملح. أنا هنا حطيت معلقتين لأن كمية الفراخ عندي كنت عاملاها كيلو. بعد كده هضيف كل المكونات بتاعتي دي على الفراخ وأغطيها بالاسترتش وأسيبها أقل حاجة ساعتين في التتبيلة في التلاجة، وممكن تبات هتدي طعم مبهر أكتر. بعد كده هجيب الطاسة بتاعتي وأحط فيها كمية حلوة من زيت الزيتون، أسخنه وأنزل فوقه الشاورما وأقلبها وأغطيها من ربع ساعة لتلت ساعة. هتلاقيها استوت. مش قادرة اقولكوا على ريحتها خطيرة ازاي والبخار بيطلع. هتجيبي شوكة وتشوفي السوا بتاعها هتلاقيها استوت. بعد كده دخلتها في طبق بايركس ازاز تاخد لون تحت شواية الفرن علشان احمر وشها، وطلع بالشكل الجميل ده. حلوة ازاي. جهزت الساندوتشات بتاعتي والبطاطس المحمرة والخيار المخلل. عملت احلى طبق غدا قلبك يحبه. بس كده. اتمنى ان الوصفة تعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. كان معاكم ندى جمال.